24 يناير 2023 الساعة 4 صباحا. درجة الحرارة في سهول جنوب دونيتسك أقل من الصفر. من الخارج أبراج فولادي العالية شكلها مهجور تماما، لكن وراء الهياكل الفارغة فيه وحدة أوكرانية مضادة للدبابات مستنية. عيونهم مركزة على الطريق الجنوبي ومستنيين المدرعات الروسية تيجي. فجأة السما بتنور من رجمات الصواريخ BM-21 جراد ومعاها رجمات اللهب الحرارية TOS-1A الشمس الحارقة، وهدفهم يحولوا عمارات المدينة العالية لأكوام من الأنقاض. على الأرض دبابات T-80 تتحرك فوق طبقة الثلج اللي مغطية الأرض، ومعاهم المشاة من اللواء 155 واللواء 40، وكمان لواء البنادق الآلية السادس والثلاثون ووحدات متخصصة تانية وراهم بيجروا ناحية فولوديمير من اتجاه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. بالنسبة للروس ده هو اللحظة اللي كانوا بيستعدوا ليها، ونجاح أو فشل مهمتهم بيعتمد على السرعة والقوة عشان ينجحوا. الموضوع ما ينفعش يتحول لمعركة استنزاف طويلة، لازم يكون سريع ودقيق في التنفيذ. وروسيا بتأمل تنفذ هجوم خاطف وسريع. بيجروا في الحقول المفتوحة حوالين المدينة وبيلاقوا غطاء وسط الداتشات والمباني الصغيرة اللي على أطرافها، وبعدين بيقتحموا المركز قبل ما مدافعين أوكرانيا يعرفوا إيه اللي حصل لهم. دي استراتيجية الفريق أول رستام مورادوف قائد المنطقة العسكرية الشرقية. فيه رهان كبير جدا على المعركة دي بالنسبة لمورادوف وماكينة الحرب في الكرملين، والجنرال عنده أمل إنه عدد الجنود الكبير وكمية المدرعات اللي تحت إيده هيكونوا كفاية عشان يحقق النصر اللي هو محتاجه بشدة. بس خطة مورادوف بتتجاهل تماماً الدروس اللي كان المفروض يتعلموها في بافليفكا. هناك قوات الهجوم الروسية وأعمدة المدرعات اللي كانت ماشية في طرق متوقعة بتشكيلات متوقعة اتصدوا ليهم ودمرهم المدافعين الأوكرانيين، ونفس الحاجة بالضبط بتبدأ تحصل في فوليدو. مورادوف بيأمر أعمدة المدرعات الضخمة بتاعته إنها تتقدم على طرق المعبدة القليلة والطرق الترابية اللي لسه بتوصل للمدينة، والدبابات في المقدمة وعربيات القتال BMP ماشية وراهم. وبفضل تمركزهم على المرتفعات المراقبون الأوكرانيون بيشوفوا العدو جاي من بعيد وماشيين في نفس الطرق اللي كانوا متوقعينها ونفس الطرق اللي هم أصلا زرعوها بالألغام وضابطين عليها المدفعية وبأنظمة المدفعية بتاعتهم اللي متأمنة على بعد أميال. الأوكرانيين مش محتاجين يتحركوا كتير، كل اللي عليهم يراقبوا ويستنوا الروس وهم بيقعوا في الفخ. والروس ما عندهمش خيار غير أنهم يدخلوا عمياني في مناطق نيران المدفعية المضبوطة سلفاً. لو بصيت هنا على السهول المستوية اللي ما فيهاش أي معالم في الجنوب هتعرف ليه. الهجوم على فولوديمير بيخلي القوات المهاجمة من غير أي غطاء حتى ولو شبر واحد. فولادو اللي كانت زمان مدينة تعدين مزدهرة دلوقتي بقت خرابة مدمرة بعد ما تعرضت لقصف متكرر بصواريخ ومدفعية روسية من ساعة ما بدأ الغزو الشامل لأوكرانيا اللي شنوا الكرملين من حوالي سنة بس الهجمات الأولانية دي هتبقى ولا حاجة جنب اللي جاي بعد كده. بعد شهور من الجهد المتواصل بعض من أكثر وحدات الجيش الروسي نخبة من اللواء 155 حرس المشاة البحرية واللواء 40 مشاة البحرية بيقربوا من المدينة، ومعاهم عشرات الدبابات وعربيات القتال المدرعة. المجموعة الهجومية الميكانيكية الضخمة دي عندها هدف واحد واضح: تستولي على فولادو بأي وسيلة كانت. في طريقهم واقفين المدافعين الشجعان من اللواء الآلي المنفصل 72 الأوكراني اللي حفروا مواقعهم ودافعوا عن المكان ده لشهور طويلة، ومش ناويين يتخلوا عن شبر واحد من الأرض من غير قتال جامد. يمكن عددهم وسلاحهم أقل، لكن عندهم ميزة مهمة جدا على الروس وهي التضاريس. فولادو موجودة في منطقة مرتفعة جدا، وده بيسمح لجنود أوكرانيا يشوفوا الروس وهم جايين ويتابعوا كل حركة ليهم بمنتهى الوضوح. القوات الأوكرانية تقدر لحد ما تتحكم في ساحة المعركة وتضرب نيران إخماد وتضغط على الروس وتخليهم يمشوا في طرق ضيقة ونقاط اختناق صعبة. الأماكن اللي مخزون أوكرانيا المحدود من الألغام والمدفعية وأسلحة مضادة للدبابات يقدر يفرق فيها بشكل كبير. دي تكتيك استخدموه قبل كده، بس عمرهم ما جربوه ضد قوة بالحجم ده. ده هيكون اختبار حاسم لتكتيكات الطرفين. أكبر معركة دبابات في حرب روسيا وأوكرانيا هتبتدي دلوقتي، ومصير واحدة من أكثر المدن قيمة استراتيجية في الصراع متعلق بالمعركة دي. موجودة في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك
على بعد حوالي 35 ميل من مدينة دونيتسك. فولادة اللي معناها هدية الفحم بالإنجليزي كانت موطن لأكثر من 14 ألف شخص قبل ما تبدأ الحرب، لكن عدد سكانها قل بسرعة لحد ما بقى كام مية بس وقت ما الروس وصلوا لأبواب المدينة. كان المفروض في يوم من الأيام إنها تبقى واحدة من أكبر مدن التعدين في البلد، وكان في خطط لبناء 10 مناجم في المجمل وجلب حوالي 100 ألف شخص من كل حتة علشان يدعموا نمو وتطور المدينة. الخطط دي عمرها ما تحققت بالكامل، بس تبنى هنا كان منجم فعلا. والمدينة فضلت صغيرة، لكن برضو كانت نقطة اقتصادية مهمة في منطقة دونباس الأوسع. المدينة يمكن ما كانتش باينة مهمة قوي لأي حد بيتفرج من بعيد، لكن من الناحية العسكرية فولادو كان ليها عاملين مهمين في صالحها. أول واحد كان ارتفاعها، هي اتبنت على سهل عالي، دي أعلى نقطة في المنطقة كلها، بتطل على سهول مستوية وما فيهاش معالم تقريبا في كل الاتجاهات. ما فيش غابات تستخبى فيها، وما فيش تلال أو مرتفعات تديك غطا، وده خلاها أسهل بكتير في الدفاع عنها مقارنة بالعشرات من المدن والقرى المنتشرة وسط السهول. ارتفاع فولادو خلى من المستحيل تعمل أي نوع من الكمائن أو الهجمات المفاجئة على المدينة، لأنه المدافعين دايما كانوا شايفين العدو وهو جاي. النقطة الثانية المهمة في فولادو كانت موقعها الاستراتيجي، لأنها قريبة من طرق وطرق سكك حديد رئيسية. من ناحية الشمال مثلا في طريق N15 السريع اللي بيربط بين المدن الكبيرة زي دونيتسك وزاباروجيا، ومن ناحية الجنوب في خط سكة حديد رئيسي بمر لحد مدينة ماريوبول المحتلة وبعدها لشبه جزيرة القرم. فولادو كانت قريبة كفاية لدرجة أن أوكرانيا قدرت تستخدم المدفعية بشكل فعال لضرب قطارات الإمداد الروسية اللي رايحة للأماكن دي. يعني لو روسيا قدرت تسيطر على المدينة، مش بس هتقدر تنقل الإمدادات بأمان أكتر عن طريق السكة الحديد، لكن قواتها كمان هتقدر تتقدم ناحية معاكل أوكرانية تانية زي كوراخوفو وبوكروفسك في الشمال. عشان كده مدينة شكلها مش مهمة كانت ليها قيمة كبيرة. هي ما كانتش مجرد مدينة عادية، دي كانت معقل قوي، كانت نقطة إمداد ومركز اتصال ونقطة مراقبة في نفس الوقت، وليها تأثير حقيقي على كل المناطق المحيطة في جنوب ووسط دونيتسك. القيادة الروسية عارفة إنه الهجوم المباشر عبر السهول دي معناه حكم بالإعدام. هم عارفين ده لأنهم جربوه قبل كده من 3 شهور أكتوبر 2022. الهدف النهائي لقادة روسيا هو الاستيلاء على فولاده والتقدم ناحية أهدافهم الكبيرة الجاية، بس هم عارفين إن الهجوم المباشر على المدينة هيبقى مذبحة، فعشان كده حطوا خطة. بدل ما يهجموا مباشرة على الحصن اللي فوق التلة، قرروا يحاصروا المدينة ببطء ويسيطروا الأول على القرى الصغيرة اللي حواليها. وقبل ما يقربوا من فولادو نفسها استخدموا حركة كماشة علشان يضغطوا على المدافعين عن المدينة لحد ما ينهاروا. علشان يعملوا كده لازم الأول يسيطروا على بافليفيكا، وهي قرية صغيرة موجودة في مكان منخفض جنوب فولادو. وعلشان كده في أواخر أكتوبر اتصدرت أوامر لوحدات من 155 إنهم يتقدموا على بافليفيكا، معتمدين بشكل أساسي على تكتيكات بيعتمدوا فيها أساساً على المشاة وبدعم من العربيات المدرعة علشان يكسروا خطوط الإمداد الأوكرانية ويخترقوا دفاعاتهم. كانوا فاكرين إنها هتكون سهلة، لكن حسبوها غلط. في الساعات الأولى من الهجوم الأولاني بدأت عيوب خطة روسيا تظهر. قرية بافليفيكا باينة بوضوح من العمارات العالية في فولادة اللي فيها المراقبين الأوكرانيين قاعدين بيراقبوا. الدبابات الروسية والمركبات ومجموعات الهجوم بيجروا ناحية القرية وبيوفروا معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي لزمايلهم في الجنوب. الوحدات الأوكرانية اللي متحصنة كويس في أماكن محصنة بتستخدم مدافع الهاوتزر M777 وأسلحة مضادة للدبابات عشان تصد تقدم العدو، وبيستغلوا الأراضي المفتوحة اللي حوالين القرية عشان يدمروا العربيات الروسية المكشوفة. في خلال أيام 155 خسرت مئات من رجالها. وفي تصرف نادر من التحدي، بعض الناجين قرروا يكتبوا خطاب شكوى للمحافظ المحلي بينتقدوا فيه قادتهم وبيبلغوا إنهم خسروا. حوالي 300 شخص اتقتلوا أو اتصابوا أو مفقودين، وكمان نص المعدات راحت في 4 أيام. مقتطفات من الخطاب ظهرت على الإنترنت، وحتى القوميين الروس المتشددين انتقدوا تكتيكات الكرملين الفاشلة وخلوا وزارة الدفاع الروسية تطلع بيان تحاول فيه تقلل من خطورة الوضع. دي ما كانتش أول مرة عدم كفاءة روسيا التكتيكية بتتكشف في الحرب دي.
بس كانت واحدة من أكتر الأمثلة اللي اتشهرت عن قادة البلد. بيرموا الرجالة في طاحونة الموت وبيخسروا ناس كتير بسبب عدم الاستعداد والإهمال، وبرغم خسائرهم الروس رفضوا يستسلموا. بدل ما يتراجعوا زودوا الهجوم. القادة فضلوا يبعتوا رجالة ومدرعات ناحية القرية على أمل أن القوة الكبيرة دي في الآخر تبقى أكتر من المدافعين الأوكرانيين يقدروا يتحملوه. في 11 نوفمبر وبعد ما فضلوا يضغطوا على دفاعات أوكرانيا تدريجياً، المصادر الروسية أعلنت أنهم سيطروا على القرية، ووزارة الدفاع عندهم أكدت الكلام ده بعد كده بكم يوم. الموضوع أخذ حوالي أسبوعين وكلف حياة مئات الجنود من اللواء 155، بس روسيا كانت حققت أول جزء من الخطة. الجزء الثاني اللي هو الاستيلاء الفعلي على فولاده كان هيطلع تحدي أكبر بكتير. في صباح اليوم البارد ده يوم 24 يناير 2023 الجنرال روستم مرادوف تجاهل الدم اللي غرق أرض بافليفكا وأمر جيشه يطلعوا على نفس الطرق الترابية. مع نهاية الموجة الأولى أرض المعركة كانت مليانة ببقايا الدبابات والهياكل المحترقة للعربيات. كتير منهم داسوا على ألغام TM62 اللي كانت مزروعة على الطرق ونقاط الاختناق اللي بتؤدي للمدينة. وأول الدبابات لما بتدوس على الألغام دي الأرتيل كلها بتقف فجأة وبتسد الطريق على العربيات اللي وراها، وبعد كده بيبقوا هدف سهل لجنود مضادات الدبابات الأوكرانيين اللي بيطلعوا من أماكنهم وبيضربوا عليهم صواريخ زي الجافلين والأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات من الجيل الجديد عشان يستهدفوا عربيات المشاة اللي تعطلت ورا. أي روسي لسه عايش بيتحاصر بين الدبابات اللي فيها ألغام قدامه وبقايا ناقلات الجنود المحترقة وراه، وباقي العربيات بتحاول تدخل تساعد في الإخلاء والإنقاذ، لكن هم كمان بيبقوا مكشوفين مع قصف المدفعية الأوكرانية اللي بينزل عليهم من فوق، وكمان الطيارات المسيرة بتفضل فوقهم عشان تحدد بالضبط أماكن الضرب. ولما الروس فهموا أنهم هيموتوا لو قعدوا أكتر من كده خدوا قرار جريء ونزلوا من العربيات وجاروا في الحقول المفتوحة وسط الانفجارات اللي حواليهم. مرادوف بيتفرج وهو مرعوب، وهو شايف أن عدم مرونته التكتيكية اتكشفت، بس الوقت فات على التراجع. دلوقتي هو بيدفع بمزيد من الدبابات والمركبات القتالية إلى المعركة، ومع الطرق المقفولة بعض العربيات دي بتقرر تسيب الطريق وتدخل الحقول المفتوحة على أمل أو يمكن على افتراض إن الحقول دي مش مزروعة ألغام. هم مش واخدين بالهم من ده، مدافعين أوكرانيا كانوا متوقعين ده كمان، وبيطلقوا ألغام مضادة للدروع عن بعد أكتر في المنطقة دي بمساعدة مدافع الهاوتزر بتاعتهم. القذائف المدفعية المتخصصة دي عيار 155 مل، مصممة علشان تنثر 9 ألغام صغيرة مضادة للدبابات في مناطق واسعة، وده بيسمح لأوكرانيا إنها تخلق حقول ألغام جديدة في لحظتها. ومع تقدم أعمدة القوات الروسية أكتر، أوكرانيا بتحول الأرض حواليهم لفخاخ موت مستحيل يهربوا منها. مش قادرين يتقدموا ومش قادرين يتراجعوا، وسرعان ما يبدأ الذعر ينتشر وبيسيب طواقم روسية أكتر عربياتهم ويهربوا بحياتهم. الأيام بتعدي كده وهجمات روسيا المستمرة بتتحطم قدام دفاعات أوكرانيا. المدينة كمان تتعرض لضربات، وصواريخ روسيا ومدافع الدبابات بتفجر فتحات في عمارات الشيوعية السوفيتية القديمة وباقي المباني اللي لسه واقفة. لكن خسائر الكرملين أكبر بكتير من خسائر أوكرانيا، وده حسب تقارير كتير من وسائل الإعلام. كل يوم بيتم تدمير عشرات العربيات، زي يوم 13 فبراير لما تم القضاء على 31 مركبة مدرعة على الأقل في كمين أوكراني واحد. موجة ورا موجة من الهجمات الميكانيكية بتفشل تحقق النتائج المطلوبة، وعدد الجنود والمعدات اللي بيخسروها بيزيد أكتر وأكتر. على الإنترنت الصور والفيديوهات انتشرت وبتعرض بقايا دبابات T-80 المخترقة وعربيات BMP المفجرة، وجثث الجنود الروس اللي ماتوا كانت مرمية في الحقول. مع أول أسبوع في فبراير ومشاة البحرية 155 الروسية اتدمرت تقريبا. جنود واسطول المحيط الهادئ النخبة اتبدلوا بسرعة بمجندين جداد ما عندهمش غير أسابيع قليلة تدريب، وهم كمان لسه بيتقتلوا وبيتجرحوا بأعداد كبيرة. المعنويات انهارت، وعلى الرغم من الهجمات المستمرة تقريبا اللواء 72 الأوكراني فضل مسيطرا على فولاده. لكن مرادوف مش هيتنازل، هو كرس حياته للجيش الروسي وابتدى كقائد فصيلة في التسعينات لحد ما بقى بطل الاتحاد الروسي على إيد فلاديمير بوتين. لكن دلوقتي قدام فشل تكتيكي كامل سمعته بقت في خطر. علشان يضمن أن قواته تفضل ماشية على هدفها بيلجأ لإجراءات يائسة.
أسرى الحرب الروس اللي اتقبض عليهم في الفترة دي كشفوا إن الضباط بتوعهم بدأوا يستخدموا اللي بيسموها قوات الحاجز أو قوات منع التراجع، ودي فرق من الجنود واقفين ورا وحدات الهجوم الرئيسية ومعاهم أوامر صريحة إنهم يضربوا بالنار على أي روسي يجرؤ ينسحب من غير إذن. روسيا فعلياً بتجبر جنودها يدخلوا خطوط النار تحت تهديد السلاح، وبتبعت رجالها للموت من غير أي أمل في النجاة. سمعة الجنرال مرادوف بقت في الحضيض. المدونين الروس المعروفين بزد دايماً بينتقدوا جبنه وعدم كفاءته، لأنه تكتيكاته المهدرة بتسبب خسائر أكتر وأكتر في الأرواح والدبابات والمركبات التانية، وده أكبر خسارة مركزة للمدرعات الروسية من بداية الحرب. كل يوم بيتكرر زي اللي قبله، بيبعتوا جنود ودبابات أكتر وفي الآخر بيتدمروا في نفس اليوم ومفيش أي تقدم بيحصل. ومع استمرار المدافعين الأوكرانيين في التحصن أكتر وأكتر، المعركة كلها بقت صورة مصغرة من الحرب الكبيرة، ودي مثال واضح على تكتيكات روسيا الجامدة وعدم قدرتها تتأقلم مع الوضع اللي قدامها، لأنها كل شوية بتخسر رجالة وسلاح من غير ما تقدر تحول تفوقها العددي لأي ميزة حقيقية على الأرض. الوضع ده مش هيستمر للأبد، بس الحصار لسه في أوله. بعد عشرات الهجمات الفاشلة، القيادة الروسية أخيراً قررت تتخلى عن استراتيجيتها. بما أن القوات الروسية مش قادرة تقرب من المدينة، القادة بتوعهم قرروا أن أحسن حل دلوقتي هو أنهم يدمروا المدينة من بعيد. طول صيف وخريف 2023 فأولادي بتعيشوا نوع مختلف تماماً من الحروب، والمدافعين عن أوكرانيا مضطرين يتعاملوا مع محاولات تقدم محدودة للمشاة وهجمات استكشافية عشوائية من اتجاهات مختلفة. روسيا كمان تستخدم مدفعية بعيدة المدى ونيران وقنابل UMPK الانزلاقية، ودي قنابل سوفيتية قديمة من أيام الاتحاد السوفيتي ركبوا عليها أطقم توجيه بالGPS لحرب بطيئة ومرهقة ومستنزفة وبتسيب أثرها على الكل. في نفس الوقت أوكرانيا لسه قادرة تستفيد من مميزاتها زي حقول الألغام وطائرات الدرون FPV والمواقع المحصنة عشان تتعامل مع جزء كبير من هجمات روسيا وتمنع أي تقدم سريع أو كبير في الأراضي. تأثير المدفعية والغارات واضح جدا للعيان. عمارات الشقق متعددة الطوابق اللي أوكرانيا كانت بتستخدمها زمان كأبراج مراقبة لمتابعة تحركات العدو اتدمرت واحدة ورا الثانية. وفي نفس الوقت مجموعات الاقتحام الروسية الإضافية بتتحرك بعيد عن القوة الرئيسية على الطريق السريع ناحية الجنوب وحوالين القرى الثانية القريبة زي بريتيزيفكا، على أمل يقطعوا خطوط الإمداد اللي بتغذي المدافعين عن المدينة ويفتحوا محاور هجوم جديدة. لو قدروا يعملوا كده، الحصن ممكن في الآخر يتحول لقبر. بحلول سبتمبر 2024 واقع الحصار بدأ يلحق بالمدافعين. رجال اللواء 72 المستقل المعترف به مسكوا المدينة دي لوحدها لأكثر من سنتين. فضلوا محافظين على مواقعهم وحفروا في أماكن ثابتة وصدوا هجمات الروسية لا تعد ولا تحصى، وبيستخدموا الأماكن العالية في مباني المدينة عشان يجمعوا معلومات استخباراتية ويساعدوا نفسهم يستعدوا للموجة الجاية من الدبابات والجنود. بنوا نظام دفاعي معقد ومتعدد الطبقات فيه خطوط وخنادق مضادة للدبابات وحواجز اسمها أسنان التنين وعقبات وحقول ألغام كثيفة. وجهوا الروس لممرات قتل محددة واستخدموا شبكة الأنفاق والمخابئ تحت الأرض بتاعتهم عشان يفضلوا شغالين حتى وهم بيتعرضوا لقصف شديد من القنابل والمدفعية. ولما الروس غيروا تكتيكاتهم، المدافعين الأوكرانيين اتأقلموا وركزوا أكثر على ضربات الدرونز وإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة ضد الفرق الصغيرة من الجنود اللي قادة الكرملين بعتوهم. بس دلوقتي احتياطيهم من الطاقة والقوة والإمدادات بقى قليل، الذخيرة قربت تخلص والمعنويات بتقل، والدفاعات اللي ساعدت الجنود دول ينجوا بتتآكل واحدة واحدة. اللي فاضلين بيعانوا من سوء التغذية وقلة النوم وعايشين في أقبية غرقانة ومباني محروقة، عايشين على شوية المؤن اللي قدروا يجمعوها وما بقوش قادرين يحافظوا على خطوط الدفاع. القوات الروسية قدرت تقتحم من ناحية الشرق واستولت على واحدة من مناجم الفحم في المدينة، وبهذا الشكل سيطروا على منطقة مرتفعة يقدروا يبصوا منها على باقي المدينة. في 25 سبتمبر وصل روس أكتر لطرف فولادو الغربي. الكماشة تجهزت وكل اللي فاضل إنهم يقفلوها. في الأيام اللي بعدها قوات أوكرانيا استلمت الأمر اللي قدروا يأخروه لفترة طويلة، وهو أمر الانسحاب. في مجموعات صغيرة وتحت غطاء الدخان والقنابل والظلام بيحاولوا يهربوا، في الوقت اللي طيارات الدرون الروسية FPV بتنتشر في السماء عشان تصطادهم. في 1 أكتوبر 2024 اللواء 40 للمشاة البحرية
نفس اللواء اللي أوكرانيا قدرت توقفه كذا مرة قبل كده دخل المدينة ورفع العلم الروسي فوق اللي باقي من فولاده، اللي كانت زمان مدينة تعدين هادية ودلوقتي بقت مجرد قوقعة محترقة. دي انتصار، بس انتصار فاضي وجاء على حساب كارثي. في الوقت اللي الجنود الروس اللي نجوا من الهجوم قدروا يحتفلوا، آلاف من زملائهم ماتوا في العملية دي. الفرقة 155 اتدمرت فعليا كذا مرة، وفي الآخر الجنرال مرادوف اتشال من منصبه. محكوم عليه أن اسمه يفضل مرتبط دايما بمقبرة الدبابات اللي تكتيكاته الفاشلة ساعدت في صنعها. الإحصائيات بتقول أن روسيا خسرت أكثر من 100 قطعة مدرعة وكمان ألاف من أكثر جنودها خبرة، وكل ده عشان مدينة تقريبا ما فيهاش مباني واقفة. خسائر البلد كانت فادحة لدرجة أن المعركة دي لوحدها أثرت على استراتيجية روسيا الحربية كلها. من اللحظة دي معهد دراسة الحرب لاحظ أن القادة الروس على طول خطوط الجبهة بدأوا بعد كده يقللوا الهجمات الميكانيكية واحدة واحدة، وبقوا يعتمدوا أقل على الدبابات وعربيات المشاة ويعتمدوا أكثر على الطيارات المسيرة والقنابل، عشان كانوا خايفين جدا أنهم يتعرضوا لنفس أنواع الفشل دي تاني. أوكرانيا في نفس الوقت خسرت جزء بسيط من خسائر روسيا، وعلى الرغم من عندهم عدد أقل من الرجال والموارد، المدافعين الأوكرانيين أثبتوا ده. حتى في عصر المتفجرات الثقيلة والطائرات بدون طيار، الحصون اللي فوق التلال وليها مجال رؤية واسع لسه صعب جدا تدميرها زي ما كانت من قرون فاتت. معركة فولادو كلفت روسيا أكثر من 100 قطعة مدرعة عشان ياخدوا مابرة فاضية، وده سرع التحول الدائم نحو حرب الطائرات بدون طيار غير المتكافئة، اللي دلوقتي فعلا بتعطل سلاسل الإمداد اللي بتكلفهم مليارات الدولارات. عشان تشوف إزاي طيارة صغيرة للهواء ب$90,000 طارت 1100 ميل ودخلت منطقة عمياء عن الرادار وعطلت قاذفة نووية بتكلفة $40 مليون، دوس على الفيديو ده هنا وهشوفك في ساحة المعركة الجاية.